لو شايف نفسك من نوعية الأشخاص اللي بتتعب قوي وتتأثر قوي لما تقدم لغيرها كتير وما تتقدرش، أو ما تلاقيش في النهاية رد الفعل اللي هي مستنياه، فأحب أقول لك إن للأسف الحل عندك أنت مش عندهم. لأن ببساطة أنت مش هتربي الناس ولا هتعرف تعلمهم يعني إيه تقدير ويعني إيه أصول، ولا صح إنك تقلل من نفسك وإنت عمال على بطال تعاتبهم وتلفت نظرهم على أفعالهم اللي مهما تتكلم وتشتكي برضه مفيش فايدة. ولا ينفع إنك تفضل طول الوقت تشرح للي قدامك رد الفعل الطبيعي اللي المفروض يطلع منه أساسا لوحده ومن نفسه. فمن الآخر كده والأسلم ليك، لو عايز راحتك وباقي على صحتك وسلامك النفسي، ما تقدمش ولا تدي لحد أكتر من اللي هو بيقدمه لك، لأن ياما في ناس كتير هتقدم لهم السبت مش هتلقى منهم الحد، وناس تانية هتاخد خيرك وتستنزفك، ومع الوقت هيعتبروا كمان حق مكتسب، وناس تانية هتجيلك كده في يوم وليلة وتفاجئك ان كل اللي عملته علشانهم مش فارق لهم، ويحسسوك انه كان اصلا ولا حاجة. فبلاش تعمل كده في نفسك، وما تديش حد اكتر من حقه واللي يستحقه فعلا منك. بجد خليك انت اللي باقي على نفسك. تحياتي، يحيى شاهين.